تم خفض أو حذف بعض الأسعار الضريبية على القيمة المضافة من أجل حماية القدرة الشرائية للمستهلكين. ومن ثاني أبرز مستجدات قانون المالية 2024. La présentation des nouvelles dispositions de la loi de finances est devenue un rendez-vous annuel qui a réuni l'ensemble des acteurs économiques de la région pour la contribution de tous aux charges publiques proportionnellement à leur faculté contributive. En 40, la participation aux charges publiques d'une manière solidaire dans les charges dont besoin le pays. استقبلت وحدة النط غرفة التجارة والصناعة والخدمات تسمى سا شغال اليوم الإعلامي الدراسي حول مستجدات الجديدة اللي جات بها قانون المالية ديال 2024 المستجدات الضريبية والمالية والجبائية بطبيعة الحال. واليوم الحمد لله كنصدفوا خيرة من المختصين اللي هما الضايعين في هذا المجال هذا، على رأسهم السيد المدير الجهوي للضرائب بسماسة، ثم كذلك رئيس جمعية المحاسبين المعتمدين، وكذلك رئيس شعبة التحقيقات الضريبية بأكادير. الحضور الكريم اللي هو مهتمين بهذا الشأن ديال الضريبة والجبايات. بطبيعة الحال حنا كغرفة كمؤسسة دستورية كنواكبوا المنتسبين ديالنا، وحنا رانا إشارتهم في تنظيم مثل هذه اللقاءات اللي هو كنعتبروه تقليد سنوي لتأبات الغرفة أنها كتنظموا مع شركاء ديالها اللي كينجحوا دائما كل سنة مثل هذه اللقاءات. بطبيعة الحال كتشوفوا الحضور الغفير اليوم اللي حج بكثرة، لأنه الموضوع ديال المستجدات المالية الضريبية موضوع دقيق وكيبغي التدقيق التقني فيه. والحمد لله كما كتشوفوا المداخلة الأولى ديال المدير الجهوي للضرائب حول قراءة عامة للمستجدات ديال القانون المالي 2024 اللي هو كترتكز على 14 الأساس اللي هو ذكرهم السيد المدير الجهوي، ثم جا من بعده السيد عبد الله تيعيش اللي ديال رئيس التحقيقات الضريبية اللي أفضى في الموضوع اللي كيهم الإعفاءات خصوصا على القيمة الضريبة على القيمة المضافة. ثم كذلك تشوفوا التفاعل ديال الناس ديال المهنيين ديال المحاسبين. ودابا في هذه المائدة المستديرة اللي غيكون فيه نقاش حول بعض المضامين التقنية، ثم بعد ذلك غادي يعقبوا واحد النقاش اللي هو ديال الحضور العام اللي غيكون داخل القاعة تفاعلا مع ما جاء به القانون المالية ديال 2024. ما يخص هاد لي ديسبوسيون ديال لوا فينونس 2024 كيتضح فيها بان الحكومه مشات في لو سونس باش تانكوراجي القدره الشرائيه لذاك المستهلك البسيط، لذلك قصدت بعض المواد ولا بعض العمليات المرتبطه به. دونك منهم الى بدينا مثلا في الاول بالنسبه لي برودوي فارماسيوتيك كانوا تاكسابل ب 7% انطلاقا من فاتح يناير 2024 ولاو معفيين avec droit à déduction. نفس لا ديسبوزيسيون كتعلق بالمواد ولي زومبالا المواد اللي كتدخل في صناعات لي برودوي فارماسيوتيك. المساله الثانيه هي مثلا لان ما يمكنش نهضروا على لي ميزور كلهم، ولكن نمشيو للنقل مثلا. بالنسبه للنقل باش يخفوا الوطأه ديالته على المواطن، ولات العمليه تاع النقل حتى هما تشافوا اون ريدكسيون ديال لوطو. دونك باستثناء le transport ferroviaire, maritime domestique ou aérien اللي باسيبل توجور à 20%. الاخرين نقص لوطو من 14 حتى ل 10%. هنا المشرع كيشوف بانه غادي يكونوا ديزيكونومي وغادي يكون ان بوفوار داشا. المساله الثانيه باش ندوزو جهه المقاولات، لان ما يمكنش نديروا المقتضيات كلهم. الا دزنا المقاولات غادي نلاحظوا واحد العدد ديال لي ميزور اللي الهدف ديالهم هي يسهلوا الحياه ديال المقاولة. منهم الينيومون ديال لي طو باش يتحيد لو بيتوار. لو بيتوار هو ديك التي في اللي كتبقى دائما ساكنه في لي ديكلاراسيون تاع لو كونتريبيابل، حيت كاينين ديفيرونس ديال لو طو. كان فاكتوري ان طو اللي انفيريور لوطو اللي كيتفاكتوري عليه. هذا مثال. انا اما بالنسبه للضريبه العامه على الدخل فيها واحد الجديد مهم اللي هو في مسطره فحص ليكزامان دو سيتياسيون دونسومبل تاع لو كونتريبيابل. دونك ولات بور توت لي بيرسون فيزيك، دونك جينيراليزي لتو الموند، ولات فيها واحد المسطره
واحد المسطره اللي حنا كنقولوا كونتراديكتوار، يعني ما بقاتش انه الاداره غدير ان اكزامان وغادي تنوتيفي لو كونتريبيابل لو ريزولتا ديالو، ولكن ولا لو كونتريبيابل كيكون معلوم بان في ديكزامان كيكون عنده الحق في واحد الديبا اورالي كونتراديكتوار، وكيكون عنده الحق في ان نوتيفيكاسيون سكيفي ما كيتصدمش بلو ريزولتا تاع لو كونترول. غروسو مودو هادو من بعد سميتو الله يوفق ان شاء الله، يبون كوراج. On est total avec la charte d'investissement, avec le scoring, avec le système d'incitation aux investissements aux différentes régions du royaume